كل ما احب حد يا يطلع معقد يا يطلع متجوز يا يطلع مسيحي وابقى عايزه امن دوله لعلاقتنا. سالتي نفسك السؤال ده؟ كلنا سالناه لنفسنا، والاجابه الحقيقيه ان احنا اللي بنجذب الناس التوكسيك، احنا اللي مش راضيين عن نفسنا ومش حاسين بقيمه نفسنا. كل ده سببه الجوع العاطفي من الاسره نفسها، ومن بدايه نشأتنا نبقى طالعين جعانين مش شبعانين. هتلاحظوا ان اي بنت طالعه معاها باباها ومدلعها ومهننها ومخليها بنت عايزه زي ما بيقولوا، بتلاقي البنت دي عندها ثقه في نفسها مش طبيعيه، حتى لو مش اموره لو مش حلوه، بس هتلاقي عندها عز نفس كده وثقه في نفسها. احنا نفسنا نقعد نبص عليها كده وتبقى يعني سوري مكنسه، ونقول ربع ثقتك في نفسك، وتبقى انت برنسس هانه بكل ما يحمله الكلام، وتلاقي نفسك بصه لواحد مريض نفسي مريض عقلي. والغريب بقى والمضحك في الموضوع ان احنا لما بنعمل ده مع الناس المرضى نفسيا هم بيشككونا في نفسنا، هم بيحسسونا ان احنا اللي ناقصين مش هم. من كتر ما احنا كاملين قوي وكتير قوي 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 عليهم، هو مرضهم بيدينا احساس ان لا انتوا ناقصين، انت مش طبيعيه، لا انت ازاي بتعملي كده يا ابني انت غبي، اصلا الناس كلها بيقولوا انت بصيتي للكائن ده ازاي، دي مرايه الحب عم. هو بقى لا على فكره انت محدش يطيقك، انت محدش يستحملك، فتبتدي كده تقفي قدام المرايه، راجل او ست على فكره، تقفوا قدام المرايه كده تقول انا فعلا في عيب، هو انا فعلا نكديه، هو انا فعلا شكاك، هو انا فعلا اوفر. من كتر ما بنحب قوي فبندي قوي، بندلدق بقى، بندلدق كل حاجه، بندلدق حنيه، بندلدق دلع، بندلدق طبطبه، بندلدق كل حاجه نملكها بنديها للشخص اللي قدامه. مش بيقدر غير ولاد الاصول وولاد الناس الحقيقيين اللي شبعانين تربيه، انما الشخص المريض ده هيشوف ده نقطه ضعف ليكي. احنا لازم نفهم يعني ايه الاستحقاق. الاستحقاق ده ان انت تقدري قيمه نفسك. انا لما اشوف نفسي كبيره، لما اشوف نفسي غاليه، انا بجذب الشخص اللي يقدر، مش الشخص المريض، مش الشخص التوكسيك. هقعد كده واقول ده لا وده هتنطط براحتي زي ما بيقولوا بالبلدي كده، هختار صح، ده مش هيعجبني هشوف كل الناس على حقيقتها، مش هشوف اقنعه انا اللي بحطها لها. انا اللي بشوف الشخص المريض اللي قدامي بالقناع اللي انا رسماه من ايام الطفوله، رسمه الاب، رسمه الحنيه، رسمه الطبطبه، رسمه الاخوه، رسمه الجدعنه، رسمه الرجوله. فاي حد بيجي لي ايا كان، لو كلب بلدي بحط له القناع ده بشوفه فتى احلامي كلنا. بس احنا فعلا في الحقيقه احنا اللي بنأذي نفسنا، مش هما اللي بيأذونا. احنا اللي بندي فرصه للناس التوكسيك ان هما يدخلوا يدمروا حياتنا، يدمروا طاقتنا، يدمروا ثقتنا بنفسنا، يسلبوا مننا راحه بالنا. بتلاقي الشخص المغزول دوت وشه بهتان، يقولك انت مطفي ليه؟ في ناس بتدخل تطفينا وفي ناس بتدخل تنورنا، زي ما احنا بننور ناس كتير في حياتنا. احنا لازم كلنا نبقى متفاهمين فكرة ان احنا كلنا فترات في حياة بعض، بس في حد بيبقى فترة حلوة وإيجابية يديك بوش لقدام ان انت تكبر وتنجح، هتحب نفسك اكتر. وفي ناس بتفضل تدمر فيك لحد ما انت بدل ما بتطلع لقدام وبتنجح، بالعكس انت بترجع مليون خطوة لورا، تلاقي نفسك انا عمري ده عملت فيه ايه. العلاقات الغلط بتسرق مننا عمرنا، ودي حاجة ما بتتعوضش ولا ليها قطع غيار. كسرة القلوب ملهاش قطع غيار. لما بنتخزن وقلوبنا بتتكسر بنفقد الثقة في كل الناس، كل الناس في الدنيا بنفقد فيها الثقة، وبنحس ان خلاص يعني طب ليه تلازتني ليه؟ بدل ما هيكون الحب قوة وبيدينا القوة وبننور بيه وبنكبر وبنحب الحياة وبنحب نفسنا، لا هيبقى نقمة. وغلطتك الوحيدة وذنبك الوحيد ان انتوا حبيتوا ووثقتوا في ناس لا تؤتمن اصلا. احنا اللي مش حاسين بقيمة نفسنا فبنختار القليل، ما بنختارش الكامل، ما بنختارش اللي على قدر قيمتنا. انا شايفه نفسي ازاي او انا شايف نفسي ازاي؟ طول ما انا واثق من نفسي وشايف نفسي سوي هجذب الناس اللي شبهي. احنا بنقع مع ناس نرجسيه ومريضه نفسيا وتوكسيك. بقول لك ايه، اياك انك تبقى معاك مراتك او حبيبتك وقاعد في اي مكان وتعدي اي واحده حلوه تروح باصص عليها، وما تعملش زي الراجل ده. كأنك اديتها 100 قلم على وشها. الحركة دي بتدمر اي ست وبتجرح اي ست وبتوجع اي ست. الموضوع ده بيضيع رصيدك عندها. الست مخلوقة قوتها اكبر بكتير من الراجل عشان تتحمل حاجات كتير قوي منه. عشان كده انا بقول ان الست لما بتاخد القرار انها بتمشي، هي مش بتمشي عشان غلطة صغيرة او 2 أو 3 أو 10.
الست شخص حمول جدا، حمولة ان هي تستحمل خيانة، تستحمل بخل، تستحمل ضرب، تستحمل حاجات كتير قوي علشان تحافظ على بيتها. الست ما بتخربش بيتها علشان مشكلة او اتنين، الموضوع اكبر من كده بكتير. الست بتمشي لما بتحس ان فجأة الراجل ده ملوش رصيد عندي، رصيدك خلص، جبنا له منين؟ احنا برضو بشر، اوقات الجوع العاطفي بيخلينا نخرج من تجربة فاشلة ندخل في تجربة تانية اسوأ منها. بنبقى احنا جعانين فيقول لك بقى ايه، انسي راجل براجل تاني وانسى ست بست تانية. احيانا بيكون صح بس بيبقى مؤقت مش دايم. اللي هو انت بتحاول تتعود، ما هو الحب ايه؟ تعود، بدايته اعجاب وتعود. حد ملا حياتك، ملا يومك، بتعمل ايه، بتروح فين، بتاكل ايه، بتشرب ايه، خلاص انت عامل زي المجنون. لما يجي الشخص ده يخرج من حياتك انت بتحس بشوك كده، ايه ده، ايه الفراغ ده، فراغ صعب جدا، وتحس ان الدقيقه بتمر كانها سنه، وقاعد بقى تفكر طب هو ليه ما كلمنيش، طب هو ليه ما سالش عليا، فتلاقي حياتك فضيت. فتبقى محتاج ان انت تملى الفراغ ده بشخص تاني ايا كان. ما انا جعان بقى، لو كلب بلدي معدي طبطب عليا، تعالى يا حبيبي في حضني، حبيت، مش مهم شكله، جنسيته، نوعه، ديانته، اي حاجه، مش انت طبطبت عليا يبقى انت فارس احلام. الجوع العاطفي بيوصلنا لدرجات صعبه من احتكار المشاعر، الدمار النفسي، من قله الثقه بالنفس. تحس ان احنا كده لا، المشكله ان احنا بنبقى شفنا ده وعرفنا حقيقه الشخص ده بس مش قادرين نمشي. لا انا هصلحه، لا سيبوهولي انا هعالجه. فاحنا بنقعد نستنزف من صحتنا، نستنزف من طاقتنا، نستنزف من عمرنا مع شخص غلط وفي علاقه غلط. خلوا نفسكم مكتفيين بنفسكم، انا مكتفي بوجودي، انا اقدر اخرج لوحدي، اقدر ابسط نفسي. يعني ما تبنيش سعادتك على شخص، عشان الاشخاص كلهم زيين، مفيش حد دايم، كلنا فترات في حياه بعض. اللي يدخل اهلا وسهلا واللي يخرج مع الف سلام. بلاش نخلي حياتنا تتدمر لمجرد كائن هو ما اقدرش اقول عليه انه كائن خرج من حياتي. انا خلاص مكتئبه وقاعده عماله اعيط وقاعده عماله اراقب وابص عليه على الواتساب وابص عليه على الانستجرام وبيكلم مين وبيشوف مين. سوري يعني، سوري للتشبيه، انا لما برمي كيس الزباله من بيتي انا ما بدورش بعد كده هو راح فين ولا مين اخده ولا مين فتش فيه. زبالتي انا مش محتاجاه، فما ينفعش احط حاجه في باسكت الزباله وارجع ادور عليه. طبعا ناس كتير هتهاجمني في الكلام ده بس احنا برنامجنا على المكشوف. الخلاصه ان الجوع العاطفي ده بيحصل لنا واحنا طالعين من بيوت جعانين فيها طبطبه، وجعانين فيها حنيه، وجعانين فيها اهتمام، وجعانين فيها ثقه في النفس. بيأثر علينا ان هو بيسلب مننا طاقتنا، بيسلب مننا راحه بالنا، بيخلينا مطفيين، بيخلينا نجذب الشخصيات الغلط، الشخصيات التوكسيك اللي بتمارس علينا مرضها. الحل ان احنا نعرف ايه مشكلتنا، نبتدي نشتغل عليها ونحلها، عشان احنا نستاهل ان احنا نكون مبسوطين وسعداء. اقل حق من حقوقنا ان احنا نعيش مبسوطين ومرتاحين البال. اشوفكم الحلقه الجايه.